أكد فوزي الأقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن المغرب لم يطلب من الجزائر توفير رحلة إلى قسنطينة للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، بل طلب رخصة فقط لتأمين الرحلة مباشرة عكس ما تم الترويج له. وقال فوزي الأقجع ردا على أسئلة الزملاء بعد المجلس الحكومي: لم نطلب رحلة من الجزائريين، بل طلبنا ترخيصا مباشرا إلى قسنطينة يوم 10 يناير على الساعة 2:45، وننتظر أيضا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقديم جواب للمغرب، علما أن أي بلد ينظم تظاهرات رياضية فإنه يسهل على المنتخبات المشاركة التنقل إليه، ونحن طلبنا ترخيصا رسميا من الجزائر لتنقل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة النزول مباشرة بمطار قسنطينة حيث سيشارك الفريق الوطني.